في أجواء يملأها الحزن والولاء، شهدت مدينة الناصرية مراسم رفع راية الحزن والسواد إذانا بقدوم شهر محرم الحرام، شهر الأحزان والمآسي، الذي يستذكر فيه استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام. عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أقيمت المراسم وسط حضور جماهيري واسع من أهالي المدينة، حيث توافد المئات من المؤمنين من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية إلى ساحة الفعاليات في كورنيش الناصرية، معلنين بداية موسم العزاء والمواساة لأهل البيت عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نسمع الآيات القرآنية التي تقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، من المستحيل أن يذهب التفسير ألا أنهم الآن أحياء في الجنة وينعمون بنعيمها فقط. إنما الحياة الحقيقية للذين قتلوا في سبيل الله هو أن نحيا حياتهم، هو أن نكون صور لهم. خالص العزاء والمواساة للأمة الإسلامية جمعاء، لرسوله الكريم، للعلماء والصالحين في كل مكان باستشهاد أبي عبد الله الحسين، وليس لنا إلا أن نقول هيهات منا الذلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذه المراسم الكريمة التي تعارف أبناء هذه المحافظة ليعلنوا من خلالها شروع شهر الحزن والألم والفجيعة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى من سار في نهج الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عندما أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله منطقة انطلاق الإسلام كان يبحث عن آحاد لكي يقودوا هذه الأمة. كل ما لدينا هو من الحسين سلام الله عليه، وأنا أطمئنكم بأنه عهد موعود وثقة موثوقة بأن عزاء أبي الضيم أبي عبد الله الحسين هو يبقى ما بقيت الأيام، ما بقيت الأزمان. تعد هذه المراسم تقليدا سنويا يعكس عمق الارتباط بين أهالي الناصرية ومبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما تمثل بداية موسم ديني وروحي يتخلله إقامة المجالس الحسينية وإحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام. من الناصرية، علي البابلي، وكالة الرصد برس.